السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان. النمل الأبيض أو تسوس الأخشاب أو سوس الخشب، الحل كله في السرنجة دي، المادة الفعالة بنسبة 1,000,000% للقضاء على سوس الأخشاب. بس أنا حابب أديكوا شوية معلومات. السوس ده بيجي منين وبيجي إمتى وفي أي شهر بيظهر فيه. لو حابب حضرتك تكمل معايا الفيديو وتستفيد من المعلومات، أهلا وسهلا. مش حابب حضرتك تقدر تجري الفيديو وتشوف المادة دي اسمها ايه وبتعمل ايه وبنستخدمها ازاي لسوس الخشب. حابب تستفيد كمل معايا الفيديو للآخر. اولا، ده شكل حشرة سوس الخشب. الحشرة دي بتظهر في شهر 6 و7، بتظهر في عز الحر. بيكون ده شكلها حشرة لونها غامق كده وبأربع أجنحة. الحشرة دي بتظهر وهي خلاص في موسم التزاوج بتاعها، وده وقت الإنجاب. ده وقت وضع الصغار بتاعتها، يعني نسموها شرنقة، نسموها أيا كان اسمها. الوضع بتاعها في عز الشهر، ولما بتكون بتدخل بالشكل ده هي خلاص كده على وشك الوضع. تعالوا بقى نشوف الحشرة دي بتعمل ايه عشان تخش في الخشب وتوضع الأجنة. زي ما انتوا شايفين كده بتوقع الأجنحة بتاعتها خالص، بتطير الأربع أجنحة بتوعها تماما، بتتجرد منهم تماما. أنا يعني محاول أبطئ الصورة وموضح لكم الحشرة وهي بتبص زي ما انتوا شايفين كده بتوقع الأجنحة بتاعتها. مش بتخش الخشب بالأجنحة دي، لأ. دي لازم الأجنحة بتاعتها دي لازم تتشال خالص. زي ما انتوا شايفين كده بيقع جناح ورا التاني، ودي من العلامات اللي بتدل على إن المكان دخله حشرة سوس. بتبدأ كده تفضل تتلوى شمال ويمين لحد لما الأجنحة بتاعتها دي تقع تماما. زي ما انتوا شايفين كده، يعني جناح في التاني لحد لما الأجنحة تقع خالص. هي كده في حالة الوضع بتدور على بيت أو أي مكان تخش بقى عشان تضع الأجنة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين خلاص آخر جناح كده هتوقعه، وتبتدي تدور. زي ما انتوا شايفين بصوا بتشمشم على أي خرم في الخشب. المكان اللي هي ماشية عليه ده البنك، اللي هو يعني المكان اللي بنشتغل عليه ده خشب. بتفضل تدور كده وتشمشم على اي فتحة اي خرم اي حاجة ان هي تخش منها. بس بعد ما بتوقع الاجنحة زي ما انتوا شايفين خلاص وقعت الاجنحة ولقيت خرم بتحاول تخش منه، بس ده عشان خرم صغير، مطرح مسمار كنت دقه فيه، فده خرم صغير خالص ما يسعهاش. بصوا زي ما انتوا شايفين كده تفضل تلف وتدور على اي خرم تخش منه زي ما انتوا شايفين بالظبط. هحاول اوضح لكم الصورة شوية. وزي ما انتوا شايفين كده بتدور على اي مكان تخش منه عشان تضع الاجنة بتاعتها. الحشرة دي زي ما قلت لكم بتظهر في شهر 6 وشهر 7 في عز الحر، ولما بتدخل المكان هي بتكون خلاص في حالة الوضع، لازم تخش في قلب الخشب عشان تضع الاجنة بتاعتها. الحشرة لما بتخش الخشب وبتوضع الاجنة بتاعتها بيفضلوا جوه الخشب لحد يعني ايه بالبلدي كده سن الشباب. بيتم التزاوج جوه الخشب، وبعدين بيبدأ يخرج منها شاب عشان يطلع له الأجنحة دي تاني ويتعرض للشمس وجسمه ده ما بيبقاش لونه كده، وهو أجنة بيبقى لونه أبيض زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حضراتكم. بصوا هنا دي الأجنة. أنا مبطئ لكم الفيديو عشان تشوفوا. أنا قاصر حتة خشب كان فيها سوس. دي بقى الأجنة زي ما انتوا شايفين بيبقى جسمها أبيض ملهاش أجنحة. دي أجنة الحشرة اللي أنا كنت مصورها لحضراتكم، وهي سمرة اللون. هي لونها بيبقى أسمر لأنها بتخرج تاني من الخشب لما بيبقى شاب أو بتبقى شابة وخلاص حاملة الأجنة، وبعد التزاوج بتخرج عشان تدور على عش تاني تبنيه، فبتتعرض للشمس وبيتم الأجنحة دي خارج الخشب. الأجنحة دي بتطلع لها خارج الخشب مش داخل الخشب. ده شكلها وهو داخل الخشب. الأجنة بقى اللي بتولدهم بتولد 4 6 8، مفيش عدد محدد، بس هي بتوضع عدد كبير. فإحنا بالتالي لما في البيت نلاقي الأجنحة دي كده طايرة في أي حتة في البيت، نعرف إن إحنا عندنا سوس. الريش ده أو الأجنحة دي لما نلاقيها بكثرة كده في مكان، نعرف إن المكان ده
فيه سوس، ده مؤكد 100%. طب أنا أعرف فين إن المكان اللي حوالين الأجنحة دي فيه سوس؟ أبدأ أدور على أي خرام، لو لقيت أي خرام في الخشب أعرف إن في المكان ده دخلوا خلاص السوس، أو زي ما بقول لكم حضراتكم بيطلع لها الأجنحة وبيتم التزاوج، بتوقع الأجنحة بتاعتها زي ما وريتكم، وتبدأ تخش بقى تعمل بيت عشان تضع الأجنة بتاعتها، تفضل تاكل في الخشب وتوسع لحد لما تبني عش جوه تضع الأجنة. العدد بيكون كبير، مقدرش أحدده بالظبط، أكتر من 6 أجنة لازم الحشرة بتجيب أكتر من 6 أجنة. فبتبدأ تعمل مزرعة جوه، لأن البني آدم لما بيكتشف السوس بيكون المكان متنخل متاكل يعني بكثرة بشراهة، لأن هي بتضع أجنة كتيرة. تعالوا بقى حضراتكم نعرف ازاي السوس في المكان اللي موجود عندنا. زي ما قلت لحضراتكم الأجنحة دي لو لقيتها متنطورة في البيت أعرف إن في سوس، أو إذا لقيت تراب تحت الموبيليا زي ما انتوا شايفين تراب كده باللون الأسود أو اللون الأبيض. طبعا أنا جايب شوية شاي أسود وجايب شوية نشارة أمثل لكم بيهم، لأن الموبيليا دي مفيهاش سوس يعني. فأنا جايب شوية شاي أسود وجايب شوية نشارة عشان هو ده اللون التقريبي اللي بيكون للحشرة وهي خارجة من حتة الموبيليا. دي الفضلات اللي بتنزل من الخرم اللي بتخرج منه، بيبقى لونه اسود او اللون الابيض ده، اي لون من دول الاقيه تحت حتة الموبيليا، تحت الباب، تحت دولاب، تحت شباك، تحت حلق باب، تحت باب الباب نفسه، اعرف ان المكان ده فيه سوس بنسبة 100%. المادة دي بقى عبارة عن ايه؟ المادة دي الاسم العلمي ليها مادة الكيروسين، عشان في اخواتنا بره مصر بيسألوا دايما على الاسم العلمي للمادة دي. اما بالنسبة لينا في مصر هنا دي مادة الجاز، الجاز الابيض. المادة دي فعالة بنسبة 1000000% يا جماعة عن تجربة. طيب هنا انا بستخدم السرنجة ازاي؟ بدور على اقرب خرم جنب التراب اللي نازل منه، وابتدي ادخل سن السرنجة في الخرم ده، وكون بحرص عشان دي يعني لو شكتني فيها مادة طبعا مش كويسة فممكن تأذيني، اكون حريص كده وانا بدخل السن في الخشب، وابدأ اضغط بالسرنجة لحد لما الخرم ده يتملى ويكب بره الخرم كمان. يعني انا عشان هنا بس زي ما انتوا شايفين اهو سال بسرعة لاني اصلا ده مش خرم سوس يعني، بس انا بشرح لكم عليه. ابدأ ادخل في اي خرم كده الاقيه قريب من التراب اللي نازل، واحقن بالسرنجة حقنة 2 3 4 لحد لما الجاز يخرج بره الخرم، يعني يرجع تاني بعد ما المكان اللي جوه ده يتملى بالجاز. دي المادة والله العظيم 3 عن تجربة، دي المادة الفعالة فعلا بنسبة 1000000% للقضاء على السوس، مادة الجاز أو الاسم العلمي الكيروسين. دي مادة بتجيب من الآخر بمعنى أصح يعني، زي ما انتوا شايفين كده لازم المادة تكب من بره. فأنا معلش إن أنا طولت عليكم، بس أنا حبيت يعني أفيدكم بالمعلومات كلها عن حشرة السوس وشكلها وبتعمل إيه وبتخش إزاي عشان الكل يستفيد منها. فياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.